التخريب والحرق، معتبرة أنهم لا يهمهم إلا الاستيلاء على سلطة الحكم، على رقاب الشعب المصري، وعلى تخريب المؤسسات، وذلك على حد قول البيان. وانضم الينا اعزائنا المشاهدين في الاستوديو لقراءه المشهد بشكل اكثر تفصيلا الاستاذ محمد باغا، الباحث في الشؤون السياسيه واداره التنميه وعضو هيئه التدريس بكليه التجاره جامعه قناه السويس. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استاذ محمد، يعني قراءه حضرتك المشهد اللي حصل النهارده من قيام بعض المسلحين المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين باطلاق النار على الاهالي من اعلى كوبري 15 مايو. الحقيقه يعني مشهد هيفضل متكرر في ظل سياسه اللحل اللي عايشينها في مصر بعد اقصاء او عزل الرئيس السابق محمد مرسي، او الرئيس المخلوع محمد مرسي، الذي اسقطته ثوره خرجت بالملايين في شوارع مصر تطالب برحيله. في ظل سياسه اللحل ستظل حاله الانكار موجوده لدى جماعه الاخوان ومن ينتمي او من يتعاطف مع فكره الاخوان، وستظل فكره العنف والانتقام من المجتمع ومن انفسهم قبل المجتمع متواجدة في ظل تواجد سياسة اللحل، وستصل يعني في وقت إذا لم تعالج هذه الأزمة بشكل جذري وليس بشكل أمني فقط